واخيرا كرانشي رول تعمل لنا اللي كان بقالنا سنين بنترجى سبيس تون ان هي تعمله، ودبلجت لنا الموسم الاول والثاني من جوجوتسو كايسن باللغه العربيه الفصحى. طيب ورجعت لكم فيديو جديد، وزي ما انتم طلبتوا مني وقلتوا لي يا تيفو سيمباي يتكلم عن دبلجه جوجوتسو كايسن، وانا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هم نزلوا خبر ان هم هيدبلجوا الموسم الاول والثاني على كرانشي رول. وقد كان ونزلت الدبلجه، لكن وزي ما قلت لكم انا دخلت القيت نظره سريعه على الدبلجه ومرورا بالحلقات، حلقات الموسم الاول وحلقات الموسم الثاني، مشاهد عجبتني والدبلجه بجد كانت كويسه. الدبلجه بجد كانت كويسه. انا ما كنتش متفائل خالص 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 بالدبلجه دي. التراك ريكورد بتاعهم كان سيء، يعني بهدلوا دبلجه هيلز بارادايس وبهدلوا سولو ليفلنج، فما كنتش متوقع ان هم يعملوا حاجه مبهره في جوجوتسو كايسن، لكن اللي هم عملوه كان استثنائي بجد. ان كنت بقول على هانتر اكس هانتر هو احسن دبلجه سبيستونيه او احسن دبلجه فصحى في التاريخ، رقم 2 في الدبلجات الفصحى هو جوجوتسو كايسن. تقييمي للدبلجه كام؟ 10 من 10. ايوه دبلجه جوجوتسو كايسن الفصحى 10 من 10. قائم عليها استوديو مصري، بصراحه مش ملم بالاسماء، لكن انا مش فاكر امتى اخر مره سمعت مدبلجين شغوفين بالشخصيات بتاعتهم كده، فاهمين الشخصيات كده، مذاكرين الشخصيات، مذاكرين الانفعالات بتاعتهم والايحاءات بتاعتهم، عارفين دول بيتكلموا ازاي وعارفين انطباع الشخصيات ايه، مطلعين وملمين. الدبلجه الانجليش شكلها عامل كذا، الدبلجه الياباني شكلها عامل كذا، ما تيجي نشوف الاصل اللي عايز ايه ونانتربريت بطريقتنا احنا. اللي شفته كان مبهر واللي سمعته كان عظيم. صوت ايتادوري كان ممتاز، صوت فوشيجورو كان ممتازين ثلاثه، صوت جوجو ساتورو 10/10. مهلا، أنا بخير الآن. على أي حال نحن في حالة سيئة، لنذهب إلى المستشفى. لا يمكنني أن أحدد إن كان إيتادوري من يتحدث أم الأداة الملعونة. تبا، ماذا أفعل؟ مرحبا، أنا لم أكن أنوي المجيء، لكنك في حال يرثى لها. سأري تلاميذ السنة الثانية. انظر إلي. ولكن مؤدية المفضل والصوت المفضل سوكونها صوته رهيب، صوته بجد بجد حلو. الراجل مذاكر شخصيته. وكل من يخالف كلامي سأقتله. ليس بعد الآن. يمكن مريت مرور الكرام على أصوات زي ماهيتو، زي تودو والحاجات دي كلها، ودي أصوات كانت كويسة عادية إلى حد ما. جد إيتادوري، اسمه إيه التاني، جيتو، مش عارف الكلام ده كله، كل دي شخصيات كان بالنسبة لي مش مهمة قوي كواحد عايز أطلع على الدبلجة. باي ذا واي أنا اتفرجت على الموسم الأول والتاني بتاع شيبويا، شقلبته يعني فاهم، عديته كده على السريع، لكن يعني فرصة نزول العمل بالدبلجة العربي ادتني فرصة ان انا اريواتش جوجوتسو كايسن من الاول. فانا شفت المشاهد اللي انا كنت عارفها، القيت نظرة على مشاهد كانت بالنسبة لي كانت حلوة جدا وسمعتها بالعربي. انا شفت جوجوتسو كايسن بالياباني وشفت جوجوتسو كايسن بالانجلش، يعني انا مطلع، انا فاهم الشخصيات، انا عارف الشخصيات دي بتتكلم ازاي، واللي سمعته بجد كان مبهر. زي ما قلت لكم مش فاكر امتى اخر مرة شفت فيها مدبلجين مذاكرين الشخصيات بتاعتهم كده. يعني انا ما كنتش متوقع ان انا اجليز واتملق لدبلجه بالمنظر ده، غير دبلجات سبيس تون زي ما احنا متعودين هنا في القناه، لكن ما توقعتهاش. العيب الوحيد اللي هيخلي دبلجه جوجوتسو كايسن تحت هانتر اكس هانتر، لان للدرجه دي دبلجه جوجوتسو كايسن ممتازه، العيب الوحيد اللي هيخلي الموضوع ده باين شويه هي اللهجه المصري. اللهجه المصري ما كانتش يعني فادحه للدرجه دي، لكن مسموعه ما زالوا لسه ما خدوش الريتم او ما خدوش الفلو بتاع ان هم يتكلموا لغه عربيه فصحى بلهجه بيضاء خاليه من اللهجات الريجونال. ميزه الدبلجه المصري ولا فيديو هنتكلم عنه لوحده، وخصوصا بقى ظهرت قوي هنا في جوجوتسو كايسن، التمثيل. انا سمعت تمثيل حلو، انا سمعت تقمص حلو، انا سمعت اداءات تمثيليه جيده لابعد الحدود. فاللي شفته من جوجوتسو كايسن كان مبهر ومبشر جدا بالخير. هحاول على مدار الفيديو انقل لكم بعض المشاهد وبعض اللقطات اللي عجبتني، تسمعوا ساتورو، تسمعوا جوجو، وتسمعوا جوجو. خامة صوت جوجو كانت حلوة جدا، كانت ممتازة. ما توقعتش ان هم عندهم النبرات دي. حتى سكونا لا ينبغي أن يخرج من ذلك سالما. لما لا تستعمل مجال سيطرتك؟ لأنني أعلم أنني لن أفوز في شد بين المجالات. لأن هذا ما حدث مع ساتورو، صحيح؟ نموذج حي لروح المتخاذلين. اهتموا بالابطال كويس، اهتموا بالكومبارسات كويس، اهتموا بالاعداد كويس، واللهجه اتحسنت،
التمثيل اتحسن، النبرات حلوه جدا وملائمه وقريبه من الياباني والانجليش. حسيت ان هم قريبين اكتر للانجليش شويه، لكن دي حاجه هنتكلم عنها بعدين. صوت توجي كان ممتاز، عجبني بصراحه. صوت ماهيتو كان ممتاز وعجبني بصراحه. التمثيل بتاعهم حلو، الصرخات كانت حلوه. انا بصراحه مبسوط، مش عارف اقول ايه تاني اكتر من كده. بجد 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 يا ريت كل الدبلجات بعد كده من هنا ورايح بتاعت كرانشي رول وحتى سبيس تون، يا ريت كل الدبلجات تنهج وتحذو الحذو ده، ان هم بجد يهتموا بالاعداد، يذاكروا العمل، يحبوا العمل، يفهموا الشخصيات، يتعايشوا معاها ويتجاوبوا معاها. بجد انا حاسس ان كل شخص دبلج اي شخصيه في جوجوتسو كايسن هو كان بيحب العمل ده، هو كان بيحب الشخصيه دي، كان بيتمنى الشخصيه دي. انا حاسس ان سوكونا كان حابب شخصيته، كان عارف سوكونا قبل ما يدبلجه، حاسس ان جوجو كان عارف جوجو قبل ما يدبلجه، وهكذا على بقيه الشخصيات. لا أصدق. مستعملو الجوجوتسو مثيرون للمتاعب في كل حقبة. ذلك لا يعني شيئا بالنسبة لي. توسيع المجال، الفراغ اللانهائي. فبصراحه تاني هعدها لكم، تقييمك ايه يا تيفو سيمباي لدبلجه جوجوتسو كايسن؟ تقييمي لدبلجه جوجوتسو كايسن هو 9.9 من 10، يعني تكاد تكون 10 من 10، لولا ان موضوع اللهجه كان لسه معايا شويه. لكن اصوات ممتازه، اعداد ممتاز، نبرات ممتازه، تقمص ممتاز، تمثيل ممتاز. الموضوع كان طبيعي جدا وكان ناتشرال جدا. وهتعمل ايه يا تيفو سيمباي؟ انا هتفرج على جوجوتسو كايسن الموسم الاول والثاني كاملين باللغه العربيه، وهشوف الموسم الثالث، وهنيجي نعمل انطباع كامل عن جوجوتسو كايسن. وفي الفيديو ده هيبقى فيه قسم كامل مخصص طبعا للانمي، وقسم كامل مخصص للدبلجه العربيه. هل يا ترى سبيستون ممكن في يوم من الايام نشوفها؟ عادي، بيحصل ان احنا بنسمع دبلجتين لنفس العمل. شفنا ده مع باتمان سبيستون وكارتون نتورك، وشفنا ده حتى في بعض الدبلجات الانجليش، زي مثلا فينلاند ساجا كان في دبلجه خاصه بنتفليكس ودبلجه خاصه بكرانشي رول، والدبلجتين الانجليش كانوا مختلفين. فهل يا ترى ممكن نشوف سبيس تون بتستيب اب وبتعمل لنا دبلجه سوري؟ هل ممكن؟ طبعا من الحاجات اللي سبيس تون بتعملها وهي تنقيح الاعمال دي من الكفريات ومن العري ومن المشاهد الخادشه شويه، وعشان كده ما زلت مع اني منبهر بالدبلجه دي جدا وشايفها من افضل الدبلجات العربيه في التاريخ، لكن ما زلت اتمنى ان سبيس تون تدبلجها. لان زي ما احنا بنتكلم هنا في القناه دايما، لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. تغور القصه. مش عايز اشوف قدامي عري، مش عايز اسمع في ودني كفر. ودي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. قولوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي هل الدبلجه فعلا عجبتكم ولا لا؟ انطباعكم ايه؟ رايكم ايه؟ حابين نعمل فيديو عن جوجوتسو كايسن وعن دبلجه جوجوتسو كايسن مخصوص بقى، نتكلم على الاصوات ونفصص بشكل اكتر؟ ده كان انطباع سريع وكان فيديو سريع عشان الحق وانزله لكم فعلا. ودي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش اللايك، ما تنساش تشترك في القناه، واهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.